إلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. أوضح التعليق الأسبوعي أن الاحتفال بعيد ميلاد إريتريا المستقلة بحفاوة وحرارة كبيرة سنويا ليس نتاج التضحيات الكبيرة ومصاعب النضال الطويل وحسب، بل أن قوة الشعب الموحد التي برزت في التصدي وإفشال العدائيات المتواصلة بعد الاستقلال لإعاقة عملية بناء الدولة السيادية عززت أكثر من مضمون ومعنى الاستقلال. وأشار التعليق الصادر بعنوان التصدي الذي أظهر قوة تماسك الشعب إلى كلمة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة عيد الاستقلال التي قال فيها إن غلاوة استقلالنا وسيادتنا لا تقاس بتنوع العدائيات التي لم تنقطع وحسب، وإنما بقوة تصدينا، موضحا بأن العربدة لإعاقة تقدم الدولة الوليدة ومن ثم المؤامرات والعدائيات التي لا حصر لها، وكذلك الأعمال الإرهابية الكثيرة قد ارتطمت بقوة تصدي الشعب الإريتري دون تحقيق أهدافها، بل وزادت من متانة تصدي الشعب الإريتري. وذكر التعليق الأسبوعي أن الشعب الإريتري خبر في مسيرة نضاله الطويل كيفية السير على النهج والانتصار دون أن تثنيه المعوقات المختلفة، وأن الوعي العالي وقوة التصدي اللذين مكنا من الانتصار سابقا سيكون الضامن لنجاحنا ونمونا مستقبلا، موضحا وبما أننا نمضي قدما متجاوزين المعوقات مهما كان حجمها والوقوف على أرض صلبة، فإنه لن تعيقنا أي قوة لتحقيق تطورنا ببذلنا وعطائنا. أعرب الإريتريون المقيمون في العاصمة الأمريكية واشنطن عن إعجابهم وتقديرهم لبرامج التنمية الجارية في البلاد، مؤكدين تعزيز المساهمة للدفع بالنمو الاقتصادي. وأوضح الإريتريون في الاحتفال الذي أقاموه من 23 وحتى 27 من مايو بمناسبة ذكرى الاستقلال بأن يوم الاستقلال هو يوم فخر واعتزاز وطني. وقدم وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يماني جبرآب شرحا موسعا للمحتفلين حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنظيم الجاليات والكفاءة الثقافية والأكاديمية والإعلام والحرب النفسية وتحديات وفرص عملية بناء البلاد، إضافة إلى واجب وحقوق المواطنين. وأشاد المحتفلون بجهود الحكومة والشعب لبناء وطن مزدهر تعمه العدالة الاجتماعية، مؤكدين تعزيز المشاركة في الفرص المتاحة للاستثمار الاقتصادي. وتضمن الاحتفال مختلف الأنشطة الثقافية والتراثية والرياضية ومسيرة تحمل الشعارات الوطنية وتقديم الجوائز للطلاب المتفوقين. كما احتفل الإريتريون المقيمون في ليبيا بالمناسبة مؤكدين الإيفاء بكل المتطلبات لإعمار وتنمية البلاد وإنجاح برامج التصدي. يقوم سكان عد جومبولو في مديرية جالا نفحي بأنشطة نفير لتمهيد الأراضي الزراعية استعدادا للموسم الزراعي. وأوضح السكان أنهم يقومون بالنفير لاختيارهم الاستعداد المسبق وحرث الأراضي الزراعية بصورة جماعية. وأوضح السيد زموي أبراهام والسيد جمال محمد أن حماية التربة وحفظ المياه له دور كبير في رفع الإنتاج الزراعي، وأن مثل هذا النفير يدعم المصلحة المشتركة. وأشارت السيدة دستا جبرآب والسيدة جنت جبراي إلى أن نفير هذا العام يعتبر استثنائيا من حيث الهدف وكثافة المشاركة، وأن العمل الجماعي يكون مثمرا. وقال عمدة قرية عد جومبولو عن حراثة مساحة 40 هكتارا بالثيران بالنفير وبناء حواجز مائية في المزارع بطول 15 كيلومتر، مشيدا بالمشاركة الفاعلة للسكان. عقدت مؤسسة التأمينات الوطنية اجتماعها السنوي التاسع لأصحاب الأسهم في الأول من يونيو بفندق أسمرا بالاس تحت شعار الاستثمار الرشيد لمستقبل مشرق. وقدم المدير العام لمؤسسة التأمينات الوطنية سيد زور أولد ميكائيل تقريرا في الاجتماع عن الأنشطة العامة للمؤسسة، وأوضح أهمية امتلاك الأسهم وكذلك التغييرات والإصلاحات التي يمكن القيام بها. وقال إن المؤسسة خلقت مناخ رفع رأس مالها ببيع الأسهم للمستثمرين المهتمين بموجب التشجيع الحكومي للاستثمار وإدخال سوق الأسهم، وتعمل حاليا بالتعاون مع الشركاء في أنشطة رفع الدخل وبالتالي برفع أرباح أصحاب الأسهم، مشيرا إلى أن أصحاب الأسهم يضعون الثقة على أعضاء المجلس الإداري والعمال. وعلم بأن أرباح الأسهم ستوزع بدءا من الاثنين 3 من يونيو.
عقدت جمعية معاقي الحرب ورشة عمل من 29 وحتى 31 من مايو لتقييم برنامج القروض والادخار التي بدأته لرفع القدرات الاقتصادية للأعضاء. وقدم رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو في التقييم الذي حضره مسؤولو الأقسام ومراقبو البرنامج هدف برنامج القروض والادخار، وقال إن البرنامج أثبت بأن المعاقين يمكنهم العمل وتحسين معيشتهم إذا وجدوا الدعم والفرص. ودعا المعاقون وخاصة المقيمين في المناطق النائية للاستغلال الأمثل للقروض التي تقدمها الجمعية. وأوضحت مسؤولة برنامج القروض والادخار في الجمعية السيدة ترحاس تقاي بأن على الأعضاء توظيف القروض في الأنشطة المربحة المدروسة، داعية الأعضاء التشاور مع مراقبي البرنامج المتواجدين في مناطقهم قبل أخذ القرض. وذكر مسؤول تنسيق البرامج في جمعية معاقي الحرب السيد تقاي تولدي أنه يتوجب توخي الحذر في إدارة الأموال، مناشدا وضع الاعتبار مستقبلا لقضية الادخار. وتبادل المشاركون في الورشة تجارب عملهم، منادين لإطالة مهلة إعادة القرض وتقوية تأطير المعاقين في الإقليم وتمهيد الأرضية لرعاية المعاقين المحتاجين للرعاية. أوضح سكان ضاحية رحيتا بمديرية جنوب دنكاليا أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في المنطقة في سنوات الاستقلال ساهمت في تحسين الحياة المعيشية. وقال نائب سلطان رحيتا السيد عبد أبو بكر إن الشعب الذي يحرم من الخدمات الاجتماعية عامة والتعليم والصحة خاصة يكون عرضة للأمراض والتخلف ولا يستطيع مواكبة التطور، موضحا أن الجهود الحكومية لإرساء الخدمات الاجتماعية الأساسية في منطقتهم أثمرت عن توفير الخدمات الصحية وتمكن أبنائهم من بلوغ أعلى مراحل التعليم. وذكر الشيخ محمد أحمد والسيدة فاطمة إبراهيم استطاعتهم التوصل مع محيطهم بفضل بناء طريق مؤدي إلى المنطقة، آملين تمكنهم الاستفادة قريبا من خدمات الكهرباء. وأكد السكان بأنهم يقومون بالعناية بمؤسسات الخدمات التي أرسيت لهم والمساهمة بقوة في إنجاح برامج التنمية. توفي في 30 من مايو المناضل العقيد هبت مريم جراء مرض فجائي ألم به عن عمر ناهز 67، وذلك أثناء تلقيه العلاج في مستشفى القوات الجوية. وعمل العقيد سيوم في الأنشطة السرية للثورة الإريترية منذ عام 1974، ثم التحق بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وخدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص في مختلف درجات المسؤولية وحتى مسؤول الإدارة في الأمن الداخلي. والفقيد العقيد سيوم هبت مريم متزوج وأب ل6 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الأحد 2 من يونيو بمقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. ويعرب مكتب الأمن الداخلي عن حزنه البالغ لوفاة المناضل العقيد سيوم هبت مريم، ويقدم تعازيه الحارة لأسرته. أعلنت اليابان السبت عن مساعدة عامة لإفريقيا تبلغ 10.6 مليار يورو موزعة على 5 سنوات، وذلك لدى افتتاح مؤتمر مخصص لهذه القارة التي تزيد فيها الصين حضورها بشكل كثيف سعيا وراء توفير احتياجاتها من المواد الأولية. ووعد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بهذه الأموال في إطار سلة من المساعدات العامة والخاصة التي تبلغ 24.2 مليار يورو لدعم النمو الأفريقي. وأعلن شينزو أبي عن تفاصيل خطة المساعدة هذه أمام رؤساء دول وحكومة حوالي 40 دولة إفريقية يشاركون في يوكوهاما بمنطقة طوكيو في مؤتمر طوكيو الدولي الخامس لتنمية إفريقيا. وأوضح شينزو أبي أن بلاده ستقدم من هذا المبلغ الإجمالي 650 مليار ين، أي حوالي 5 مليار يورو موزعة على 5 سنوات لتطوير البنية التحتية، مشددا على أهمية الممرات الدولية للنقل في القارة وعلى تحسين الشبكات الكهربائية. قتل 5 أشخاص وأصيب عشرات في مناطق مختلفة من أوكلاهوما سيتي بسبب الأعاصير. ومرت الأعاصير بالقرب من منطقة مور التي قتل فيها 25 شخصا جراء إعصار عنيف اجتاحها قبل أسبوعين تقريبا.
وتسببت الأعاصير التي تقل قوة عن الإعصار السابق في الكثير من الدمار. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 60 ألف شخص في منطقة أوكلاهوما سيتي. وتم رفع مستوى التحذيرات السابقة من قوة الأعاصير الحالية، غير أن العواصف الرعدية العاتية المصحوبة بالثلوج والرياح المدمرة لا تزال تسبب مشكلات تشمل فيضانات قوية. وكانت هيئة الأحوال الجوية الوطنية الأمريكية قد أعلنت حالة الطوارئ في مناطق من أوكلاهوما سيتي بسبب الأعاصير. وتشير تقارير إلى حدوث أضرار وانقلاب سيارات، كما يعيش نحو 40 ألف شخص من دون كهرباء. أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه يوم أمس الجمعة على محتجين في وسط إسطنبول، مما أدى إلى إصابة العشرات وتنظيم تجمعات في مدن أخرى في أعنف احتجاجات ضد الحكومة منذ سنوات. وتجمع آلاف المحتجين في الشوارع المحيطة بميدان تقسيم بوسط إسطنبول، وهو مكان للاضطرابات السياسية منذ فترة طويلة، في حين تفجرت احتجاجات في العاصمة أنقرة وفي مدينة أزمير المطلة على بحر إيجيه. وتناثر زجاج مهشم وأحجار عبر شارع تجاري رئيسي قرب تقسيم. وجرى أطفال المدارس الابتدائية وهم يبكون من سحب دخان الغاز، في حين هرأ الساحرون الذين فوجئوا بهذا الموقف للعودة إلى الفنادق الفاخرة التي تقع على جانبي الميدان. وبدأ الاحتجاج في حديقة جيزي بارك بميدان تقسيم في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعد قطع أشجار بموجب خطة حكومية لإعادة التنمية، ولكنه اتسع إلى مظاهرة كبيرة. واندلع العنف أمس الجمعة بعد مداهمة الشرطة فجرا لمتظاهرين كانوا يعتصمون هناك منذ أيام. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم أمس الجمعة بعد اجتماع مع أندرسن فور راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن دول الحلف ستعقد قمة العام المقبل لمناقشة سحب القوات من أفغانستان. وتعمل الولايات المتحدة وأعضاء الحلف الذي يضم 28 دولة على سحب القوات القتالية في عام 2014، وهي خطوة مهمة قال راسموسن إنها وشيكة. ويوجد 62 ألف جندي أمريكي و43 ألفا من قوات الحلف في أفغانستان. ولم يذكر أوباما وراسموسن عدد القوات التي ستبقى في أفغانستان لدعم الحكومة مع توليها مسؤولية الأمن في البلاد. وقال راسموسن إن الحلف يجهز مهمة تدريبية لأفغانستان في عام 2015، وأضاف أنها ستكون مهمة صعبة للغاية، مهمة غير قتالية يشارك فيها عدد أقل بكثير من القوات. وقال أوباما إنه وراسموسن ناقشا وجهتي نظرهما لدور حلف الأطلسي في الأمن العالمي في المستقبل، بما في ذلك كيفية مواجهة التهديدات الجديدة مثل الأمن الإلكتروني. وأضاف أن راسموسن سيحدد الدولة المضيفة لقمة 2014 المقرر أن تبحث زيادة قدرة الحلف على مواجهة التهديدات الإلكترونية. وتدعو الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين منذ أعوام إلى زيادة الدعم المالي لحلف الأطلسي، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الأزمة الاقتصادية في الآونة الأخيرة. أطلق النار على سائح ألماني وأصيب بجروح خطيرة في بطنه يوم أمس الجمعة في واحد من أكبر الأحياء العشوائية بالبرازيل، حيث ما زال تجار المخدرات يسيطرون على مناطق رغم حملة أمنية في عام 2011. وقال بيان للشرطة أن النار أطلقت على فرانك دانييل بنجامين في أحد أزقة أفقر جزء من حي روزهينا في الجانب الجنوبي من ريو دي جانيرو. وقام أحد السكان المحليين بنقله إلى إحدى وحدات الشرطة التي قامت بنقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة في الكبد. وزاد هذا الحادث من موجة أعمال العنف التي استهدفت زائرين لمدينة ريو دي جانيرو في الآونة الأخيرة، ومن بينها خطف سائحة أمريكية واغتصابها بوحشية، مما أصاب صناعة السياحة بصدمة. وأثارت أعمال العنف تلك التي وقعت قبل أسابيع فقط من استضافة ريو دي جانيرو مباريات كرة قدم استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2014، قلقا بشأن قدرة المدينة على السيطرة على الجريمة وضمان سلامة الزائرين في مدينة ستنظم أيضا الألعاب الأولمبية في 2016.